هل لو انا مسكت الموبايل دلوقتي ولقيت حاجه بتحصل قدامي ورحت مصورها، هل دي هتبقى في صالحي ولا دي هتعاقب عليها؟ في الحته دي اقول لك على حسب. في تصوير ممكن يجيب لك حقك، وفي تصوير تاني ممكن يدخلك السجن. خليني اوضح لك بالمثل، بس استنى ناخد شويه. واحد بيهددك في الشارع وانت فتحت الكاميرا بتاعتك عشان تصوره وتوثق لنفسك او الجريمة اللي هو عملها، ده تمام، لانك بتوثق حاجة حصلت فيك انت اللي مضرور. كمان لو في حد ضربك او سرقك وطلع يجري وهو بيهرب، رحت انت مثلا واخد له صورة، زي مثلا العربية، لو حد خبطك انت رحت مصور العربية وهو بيهرب. نروح بقى للتصوير التاني اللي ممكن يدخلك السجن حرفيا. لو مثلا صورت جارك او جارتك بدون علم، دي في حد ذاتها جريمة. او انت مثلا واقف في الشباك لقيت حاجة عجبتك، رحت مصور من البلكونة وانت واقف، او الشباك وانت واقف. الحاجة التانية تصوير واحد او واحدة في وضعها الخاص. يعني ايه وضعها الخاص؟ مثلا في ناس كتير بتروح تصيف، يلاقي حد مثلا قاعد بلبس البحر، ده يروح مثلا واخد له صورة، واخد له حاجة زي كده، دي في حد ذاتها جريمة. الحاجة الغريبة بقى ان انت لو صورت حد مثلا في حمام والباب مفتوح، او صورته في اوضة النوم بتاعته والباب مفتوح، انت اللي هتتعاقب على كده. بص، دي القاعدة الذهبية اللي هتفرق وهتوضح لك الفرق ما بين الاتنين. هل وانت بتصور عندك حسن نية عشان فعلا تثبت الجريمة اللي حصلت، ولا كان بدافع الفضول والتجسس وانك تحرج الشخص اللي قدامك؟ لو الاولانية يبقى انت كده زي الفل ومفيش اي حاجة. لو التانية ممكن تدفع غرامة وتتسجن. المادة 25 لسنة 2018 دي بتجرم التصوير في الأماكن الخاصة بدون إذن، لكن القانون نفسه ادالك الصلاحية إن أنت لو بتثبت جريمة لا صور. الموضوع باختصار كده، لو أنت هتصور عشان تاخد حقك لا صور عشان خاطر تتفرج على خصوصية حد معين لا، ده ما ينفعش، وده هتتحاسب عليه.